كيفكن؟ شو أخباركن؟ شو رأيكن نحضر أطيب صوص بيتزا بالبيت؟ هيدي الطريقة الأصلية البسيطة السهلة كتير واللي أكيد مكوناتها متواجدين عنا بكل بيت. يلا نشوف الطريقة مع بعض. إذا بعدكم مشتركتوا بالقناة شو ناطرين؟ يلا اشتركوا، وما تنسوا تفعلوا الجرس كمان ليوصلكم كل فيديو جديد عم ينزل، وما تنسوا كمان تحطوا لايك على هيدا الفيديو. وهلأ يلا نبلش. بمقلاية على النار بدي ملعقتين زيت زيتون، فيكن كمان تحطوا زيت نباتي، بس بالصوص البيتزا الأصلي بنحط زيت زيتون. فرمت بصلة ناعمة قليتها مع الزيت لحتى دبلت، وبس دبلت البصلة بدي زيد حبة توم وحدة. وكتير مهم بهاي المرحلة ننتبه ما نحرق حبة الثوم، إذا احترقت الثوم بدها تنزعلنا طعمة الصوص كلها، فرح تصير طعمة الصوص عنا على مرار، بده يمرمر. فمنقل شوية ثوم بعدين بنزيد البندورة. هلا هون أنا استعملت بندورة علب، بتقدروا تجيبوا نص كيلو بندورة حمرا كتير تكون من النوع الطيب المستوية، ولونها مهم تكون لونها أحمر. بتقشروها بتقطعوها بتزيدوها فوق البصل والثوم. أنا لأنه بالسويد كتير صعب الاقي بندورة طيبة وحمرا، فبجيب بندورة علب بتعطيني نتيجة كتير كتير منيحة، لونها حلو وطعمتها طيبة. حطيت البندورة العلب مثل ما شفتوا فوق البصل والثوم اللي قليتهم. وهلأ زدت نص ملعقة صغيرة من السكر، وبدي زيد نص ملعقة صغيرة ملح، برش رشة فلفل أسود صغيرة. وبدي أترك هيدا الصوص لحتى يغلي هيك شي 5 دقايق لتتبخر منه هاي المي، ما بدي يكون في بقلبه مي. هون عم زيد الملح. أكيد الملح اختياري، قد ما انتم بتحبوا فيكم زيدوا، كمان فلفل الأسود قد ما بتحبوا فيكم زيدوا، بس ربع ملعقة صغيرة لهي الكمية يعني بتكون كتير منيح. هون بعد ما نشفت المي عندي، يعني تركتهم شوي لحتى غليوا وتبخرت المي تاعيتهم، زدت ملعقة صغيرة ملانة أوريجانو. أي نوع أعشاب بتقدروا تزيدوا بصوص البيتزا، فيكم تحطوا حبق، فيكم تحطوا ريحان، فيكم تحطوا أوريجانو، أي شيء أنتم بتحبوه فيكم تخلطوا تعملوا خليط من الأعشاب. أنا بحب حط بس أوريجانو، بحس طعمة الأوريجانو بصوص البيتزا هيك الأوريجانو بيعطي طعم كتير طيبة. بس انتو اي نوع اعشاب بتحبوا تزيدوه بتقدروا اكيد تزيدوه بصوص البيتزا. هلا هون بدي احط الصوص واطحنه لحتى يصير ناعم. بنقدر نطحنه بالهاند ميكسر، وبنقدر نطحنهم بالخلاط، وكمان فينا نطحنهم بالمحضرة الطعام. المهم نطحنهم لحتى يصيروا ناعمين، وبعد ما بنطحنهم بيكون صار صوص البيتزا جاهز عنا. ولا أسهل من هيك ولا أطيب من هيك. صدقوني شفتوا الكمية اللي شايفينها صحيح مبينة كمية قليلة، بس بتعملكم 5 بيتزا من هذا الحجم من هلا حتشوفوه قدامكم. يعني ما تستقلوا بالكمية أبدا، لأن ما بنكتر صوص فوق العجين. اذا بتحبوا تضافوا الكميه اكيد اكيد بتقدروا. هلا هون ما بعرف شو عم بصير بالتصوير، شوي عم بيطلع اللون فاتح شوي عم بيطلع لون غامق، بس هي لونها احمر مثل ما شفتوا بالاول لما حطيت البندوره كانت حمراء، فهو الصوص لونه احمر، بس على حسب التصوير وحسب الاضاءه ما بعرف شو عم بصير. فهيدي وصفتنا لليوم صارت جاهزة، ولا أبسط من هيك ولا أهون من هيك. وهيدي الصوص الطريقة الأصلية مثل ما قلت لكم. هون شفتوا هيدي حجم البيتزا، حجمها كبير. يعني الكمية اللي عملتها بتعملكم 5 بيتزا من هذا الحجم، كمية عن جد كتير منيحة. وأكيد هذا الشي بيرجع لكم، فيكم أنتم تضافوا الكمية قد ما بتحبوا. هاي وصفتنا لليوم، بتمنى تكون عجبتكم. إذا حبيتوا الفيديو ما تنسوا تحطوا لايك، تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس. بشوفكم بفيديو جديد، هلا بالكم باي.